بصوا بقى، برنامج سرك في بيت وبرنامج سوشيال ميديا، ورا كل بنت حكايه بنتين النهارده لسه حاصله دلوقتي على الكافيه وقلت لازم هنطلع كارثه، بيه. كارثه نطلع بكل بيه المقاييس، كارثه. بنتين قاعدين مع 4 شباب. حلوين ماشي، ايه المشكله؟ لقيت فجاه لما الشيك جه انا بقيت مستغربه. ولد منهم قام ماسك الشيك وعمال يسال البنات ايه، واخد منها 200 وحاجه وتدور له على فكه 10 و20، والتانية نفس الكلام. والمشكله كمان ان الموقف اخد وقت كبير. يعني مش مثلا ماشي احنا بنقول شيرنج سكيرنج، هنقول اصل امريكي يعني الموضوع اصلي. ما تقعديش مع اولاد على كافيه حتى لو شغل، لان ده اللي لا لا عليكي ممكن استني يكونوا زمايل في عمل. يا جماعه، اللي لفت نظرنا ان هم 4 بنات. انت قلت 4 بنات صح؟ بنتين 4 شباب. اه كانوا بنتين وكان 4 شباب قاعدين معاهم. فاحنا اتفاجئنا في الاول، قلنا يمكن هم اصحاب عادي، بس ايا كان ده انتوا 4 رجاله مش عارفين تشيلوا حساب الترابيزه. طب بعيدا عن ده يا ساره، انا بقيت اشوف الموقف ده كتير جدا دلوقتي. حتى لو بنت نازله مع ولد مرتبطه بيه بشوفها بتشير معاه في الحساب. الموضوع ده بجد انتوا بوظتوا السيستم. البنات اللي زي دي بوظوا السيستم بتاع عقول الشباب، خلوا يفتكروا ان البنت عشان بتشتغل زيها زيه يبقى تصرف معاه في القعده، فبالتالي بتيجي بعد كده بتشتكي ان بس هو. الموضوع ده يرجع لقصه الجوازات. احنا اللي فتحنا باب الشير، واحنا اللي فتحنا باب. آم هنعمل فرش، هنفرش معاك كام اوضه، 4 اوض، انت اوضتين وانا اوضتين. انت المطبخ واحنا المواعين والحلل والاجهزه، انت السجاده احنا النجف. فبقت الموضوع نديه قوي. فموضوع النديه ده هو ده انا شايفه ان ماي بوينت اوف فيو، ان الراجل نسي انه راجل والست نسيت انها ست. لو رجعنا زمان قبل الطلقات واهالينا وكده، تلاقي الست رايحه بشنطه هدومها وبالالمونيا. انا فاكره. هيقول لك ما كانتش بتشتغل وما كانتش متطلباتها عاليه زي دلوقتي. خلاص في حلو، مثل بيقول لك عيشي على على قد قد. لحافك مد جدع، رجليك. مد رجليك وعيشي على قده، وانت من حقك تختاري واحد مستواه المادي عالي وواحد مستواه المادي مش عالي. لكن مش علشان الجوازه تمشي تقولي ايه انا هدفع معاه جامد وهزود عشان شكلي يبقى حلو في المجتمع ده بقى والاسم كده. يتعمل في الشبكه. عارفه الشبكه اللي هي صح. اصلا بيتقال هديه العريس؟ لا، اصل بنت خاله عم بنت امه جالها ب 200,000، انت مقدرتك 100 احنا هنكمل لبنتنا ب 100. عشان باظت. تخلي شكلها حلو قدام الناس، وفي الاخر لو جيت سالت عن اصل الموضوع هتلاقيها هي اللي شاريه الشبكه على عشان كده حسابها. صوت الست وصوت البنت عالي على الراجل، فطبيعي بقى يقول لك ايه ده انت بتعلي صوتك عليا ليه؟ ما انت سمحت ان هي تشارك في كله. اشمعنى بقى في اداره البيت وفي اداره وفي الرجوله وفي النخوه انها ما تعليش صوتها؟ الموضوع ده لازم ينحسم. انا كواحده رافضه تماما قصه ان انت جبت ايه وانا اجيب ايه. لا، لا انا لا، ده مستواي خدي المادي عندك حاجه بقى. معينه، مستواي الاجتماعي حاجه معينه لازم يجي لي لا اللي ده هو. خدي فيه كارثه كبيره بقى. النهارده كمان البنت بعد ما بتصرف وبتعمل وبتسوي بيجي كمان يشوف نفسه عليها ويتحكم فيها، يقول لها انت رايحه فين وجايه منين لا وما لا انتيش لا عامله، لا على لا الرغم ان لا، هي اللي صارفه. هي اللي صارفه صارفه. وبتقف جنبه وتبيع ذهبها، وبعد كده بيدور على واحده يمارس عليها رجولته. فطبيعي ان بيشوف الجوازه الثانيه والثالثه اللي ده بيصرف حقيقي، عليها ده ويملى حقيقي. عينيها عشان يحس برجولته، لان ما حسش معاكي برجولته. فكل قسما بنت. بالله صح الراجل لازم يحس برجولته في صح كل حاجه. صح. هو يتسمع كلامه ويتقول له حاضر ونعم، مقابل كده انت بتصرف ورب المنزل، ومقابل كده حتى لو انا بشتغل بحترمه، لو شغلي مأثر عليه اقعد. ولو قبل منك انك تصرفي عليه مش اعرفي ان عليه، ده. على نفسك او بتشاركي في نفسك وفي لا ما البيت. ما هو ما هو ده يعتبر عليه، لان انت طول ما انت معاه يبقى انت مسؤوله منه. انت لما بتشيلي البند بتاعك من عليه يبقى انت صرفتي عليه، لان انت شلتي جزء من فلوسه ووفرتها له وصرفتي من فلوسك انت. بعيدا ان احنا عشان ما نخشش ونتطرق في الطلاق والجواز والكلام ده، المنظر العام للبنات دي كان شكلهم وحش. جدا. الناس كلها كانت بتتفرج عليهم، حتى لو تحت بند ان هم زمايل عمل، لو تحت بند ان هم كل واحد يشيل نفسه. ما او ما تنزلش تقعد معاها تقعديش في عليه في الكافيه، كافيه. ما تنزلش تقعد معاها في الكافيه ما انت دام اسمك انت بقى مش هتشيل عليه. الترابيزه ما انت تقعدش. اسمك بقى عليه. لو صاحبه مامتك معديه وشافتك قاعده مع رجاله، ما هتقول بناتكم وبنتين كانوا قاعدين مع 4 رجاله. حافظوا على شكلكم اول حاجه قدام نفسك، وطبعا قبل اي حاجه قدام ربنا وقدام نفسك وفي الوضع العام. النهارده يا ساره معلش تعالي نشوفي كده اهالينا. انت لما بتبقي خارجه مثلا مع واحد كبير في السن وقاعدين كرجاله اللي فاهمين الاصول، قسما بالله تلاقي الراجل هو اللي شاد الترابيزه كلها. لكن الاجيال الجديده اللي طالعه لا، ده بيستنى الست هي تطلع من جيبها عشان وتحاسب. الاجيال الجديده اتعلمت لما بيجوا يروحوا يجوزوهم، احنا ابننا جايب شقه في الحته الفلانيه اصرفي انت هتفرشوا بقى، افرشي بكام. انت بقى. اه انا شايفه ان الموضوع ده يتقنن يعني. وحتى لو يعني انا شايفه ان خزانه ولا جوازه الندامه. هتستفيدي ايه لما ترجع لك مطلقه وقاعدين في محاكم الاسر؟ وبقى دلوقتي بيتحسب نسبه اللي متجوزين كام، مش نسبه الطلاق كام.
خلاص ونسبه الطلاق دي نسبه معديه، لا دلوقتي بيدوروا نسبه المتجوزين اللي لسه متجوزين كام. يا رب يكون بنات بتتفرج علينا وتستفاد، وحاولي عززي نفسك. انا عايزه بس اقول كلمه للبنات مهمه قوي. مش عشان انت بتشتغلي ومادياتك كويسه يصعب عليكي وتقولي لا. زي ما ساره قالت، الراجل بيستلذ وبيستمتع ان هو يصرف على الست اللي معاه، عشان كده بيحس ان هو راجل. عشان كده بيبيع حتى بنت لو- الاصول اللي بالظبط. وقفت جنبه وبيعت بالظبط، وسمعت. حتى لو هو مكانته مش حلوه، الراجل لما بيتعب في القرش وبيصرف عليكي بيبقى مستمتع وبيحس بقيمتك قوي. لكن لما انت بتحسسيه ان عادي، لا خد انت مش بتريحيه. هقفل لهم الفيديو بعادات جدي وستي، عشان انا بتاعت الامثال الشعبيه وبتاعت اديله. عادات جدي وستي. ملك مغليها اصل دافع دم قلبي فيه. بارك الله فيك. يلا اشوفكم في يوم جديد. ساعة فل.